بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالغلط محيت الدرس 121 الاستغفار وسورة البقرة والحلقة المفقودة عن ثمرات العبادة، لكن إن شاء الله غدا سنستعيد هذا الدرس لأني محيته من الجاليري. إن شاء الله نستعيده غدا. نسمع اليوم نبدأ درس جديد إن شاء الله. الصراحة كنت مفكر إني أنزله هذاك الدرس وهذا الدرس أجله، لكن مجبور أغير الموضوع لأنه قد محيت بالغلط الدرس. نسمع الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفك أخ محمود؟ شو أخبارك؟ يعطيك العافية، يسعد مسا الجميع. أخ محمود بدي أقول لك قصة صارت معي من فضل الاستغفار. أول شيء الله يجزيك الخير وأنت والأستاذ محمد حجازي، جميع المستغفرين وجميع المشرفين. والله أنا اليوم قعدت والله هيك لحالي وقعدت أستغفر. كيف؟ صراحة يعني تذكرت المقطع الصوت بعثت لي إياه اللي أرسل لك إياه الأستاذ محمد حجازي، فيعني سمعته مرتين ثلاثة عشان أتذكر شوي. فقال لي يعني الإلزام بالاستغفار والإقلاع عن الذنوب. فقد نفسك شو في عندك من ذنوب. يعني سمعت أنا في بر الوالدين الحمد لله رب العالمين. بر الوالدين، الإقلاع عن الذنوب قدر المستطاع. أقلعت عن الذنوب، يعني تعرف البشر يعني الإنسان خطاء، بس الحمد لله يعني بنسبة كبيرة أقلعت عن الذنوب. عرفت كيف؟ وفقدت نفسي. فصراحة والله أقول لك أنا أكمل استغفار. استغفرت والله، وأجت ببالي إشي قديم جدا. أنت بتعرف قصتي، أنا قلت لك يعني إني تأخرت في الخلفة. أول ما تجوزت قعدت 4 سنين تقريبا أو 5 سنوات من غير خلفة. طبعا لا كان في عندي مرض ولا حرمتي كان في عندها مرض، من الله هيك يعني. فبتعرف الناس يبعتوني من واحد لواحد يروح واحد، المهم بعتولي على شيخ. انا كنت مبدئيا رافض ان انا يعني ما كنتش يعني اكشف حرمتي على اي رجل يعني نهائيا. فقالوا لي هذا رجل كبير، زلمه كبير بالعمر رجل. فعليا لما رحت كان زلمه كبير، يعني حدود عمره 90 سنه 100 سنه 90%، يعني زلمه مستوي، زلمه كبير. فيعني انا رضيت في الامر. رحت انا وياها، انا وحرمتي، قعدنا عندها زلمه. فبداية الكلام بلش يقرأ قرآن عادي، أمر طبيعي. فقلنا قراءة قرآن عادي، رجل كبير يعني يدوب تعرف شو بيحكي، تفسر شو بيحكي. يعني نخلص من عنده يعطيني ورقة مكتوب عليها ما بعرف شو هي. يقول لي لفها بقطعة قماش وخيطها وحطها عندك في البيت في الخزانة بين الملابس بين الأوعية. أخذها القطعة هاي، طبعا هذا كله طبعا بفلوس، ياخذ مني فلوس الزلمة ومبالغ كبيرة. هذا الحكي قبل قديش؟ حكي 4 سنين. يعني بداية كنت ما متجوز، كنت 4 سنين 5 سنين اتجوزت وتأخرت في الخلفة. طبعا رحت أنا، بدك تسألني ما رحتش على دكتور، رحت على دكاترة طبعا. فيعني يقولون من الله هي الشغلة واستغفر ربك. يقول كل واحد دكتور يعني يحاول معنا، يقول لي خلاص ما يضغطش معه شيء. يقول لي يعني بعد ما ياخذ مبالغ كبيرة من الدكاترة طبعا، يقول روح استغفر ربك. بس طبعا بطريقة استغفر ربك يعني لا يقول لي لا يدلونا على الطريق كيف استغفر ربنا، يعني مثلا كيف، ولا يقول قديش المدة ولا قديش العدد ولا قديش مثلا عدد كبير. لا استغفر الله، ارجع من العيادة الدكتور استغفر ربنا. يعني استغفر الله استغفر يعني كيف مثلا دقيقة دقيقتين بالكتير. ما حد ارشدني وقال لي مثلا الاستغفار بعدد كبيرة يحدد مثلا يعني مدة 4 5 شهور 6 شهور لما ربنا يفرج علينا، او سنة مثلا. ما حد قال لي هذا الحكي، كان بس يقولوا لي استغفر ربك. حتى الذنوب ما يجيبوا سيرتها، ولا اقلاع عن الذنوب ولا الاستقامة على امر الله، ولا حتى الصلاة كان يجيبوا لي سيرتها. بس كلمة يعني مسكين كلمة استغفر ربك بيعطيك. المهم خلينا نرجع، مش قصتنا مش موضوعنا هذا، خلينا نرجع للشيخ. فيعطيني قطعة ورقة هيك مكتوب عليها الله اعلم، ما كنتش افتحها، بس
مش شكل القرآن، يعني مش مفهوم الكتابة. يعني هو يكتب فيها، أنا طلع أنظر إلى الورقة مش شايف فيه قرآن، يعني زي الخرابيش زي هيك، ما بعرف. المهم قلت الورقة يعطيني إياها، طبعا يأخذ فلوس مني هذا الزلمة، يعطيني إياها أروح. يعني تعرف الغريق بتتعلق بقش صغير، يعني خلاص قد ما الناس قالوا لي روح عليه رحت عليه. أخذ الورقة وأروح، يقول لي خيطها بقطعة قماش وحطها بين الملابس في الخزانة في عندك في البيت. طبعا هاي المرة ما صارتش مرة واحدة، كل فترة أروح عليه أرجع كمان مرة، أرجع عليه كمان مرة بعد شهر ونص شهرين. طبعا ما حصلت إشي منه نهائيا منه عنده، لا خلفة ولا حمل ولا إشي صار منه. قعدت فترة أروح عليه يعطيني ورق ويخيط ويحط ويشيل، يأخذ طبعا فلوس مني. وأزدت أنا طبعا هالخزانة عندي في البيت أخيطها في قطعة قماش زي ما يقول لي، وأزدت عندي. المهم بطلت أنا أروح عليه لأني ما شفت منه نتيجة، مش لأنه كنت عارف إنه مشعوذ أو دجال أو يعني أكون معك صريح، يعني مش إنه كنت مثلا خايف إنه يكون حرام أو حلال، ما كنتش أفكر بشغلة حلال وحرام خلاص. بس أنا ما رحتش ما رجعت له لأنه ما شفت عنده نتيجة نهائيا، لا صار في حمل ولا صار في أي شيء، تركته. طبعا ربك بعدها أعطاني لحاله، بعد سنة سنتين ربك كان رايد، بعت لي خلف الحمد لله رب العالمين من عند الله. فلما صار الموضوع هذا كله حكيت معك، صار عندي مشاكل في البيت، وامبارح حكيت معه قلت له بدي اشوف لك الاستاذ محمد حجازي، وبعثت لي مقطع صوت من الاخ محمد حجازي وسمعته، وقال لي فقد نفسك فقد ذنوبك. طبعا انا مفقد ذنوبي الحمد لله رب العالمين. انا يوم بلشت الاستغفار اقلعت عن ذنوبي، عن تقريبا يكون 90% من الذنوب اقلعت عنهم، ورضا الوالدين وبر الوالدين من هذا الحكي الحمد لله رب. والصلاة 5 صلوات في وقتها في الجامع، قليل جدا لما تروح عني صلاة بصليها في البيت. هذا طبعا من حكي من 3 شهور وجاي. فأنا استغفر قاعد والله صرحت شوي، فتذكرت إيش القديم هذا اللي هي في حجابات عندي، وأبصر شو كان يقول لي حجاب وورق ولفهم وخيطهم، وللآن هم موجودين عندي في البيت. فأنا على الأغلب يعني الله العليم، الله على الأغلب أنا لسه ما روحت على البيت، أنا قاعد في الشغل. فصراحة أفكر في الذنوب شو أنا كنت بفقد بنفسي، شو عملت شو سويت أنا مع الاستغفار. فربنا يعني ألهمني وأنا أستغفر بهاي القصة. لسه الورق حتى الحجابات والورق المكتوبات موجودات عندي في البيت، لسه ما روحت من الشغل أركبهم، موجودات عندي. فأنا يعني فكرت فيها إنه هاي هي سبب عطلي وتعطيلي وسبب المشاكل اللي عندي في البيت. فريت الأخ محمود إذا بلغني، يعني قول لي كيف أتخلص منهم، مثلا أحرقهم أكبهم، مش عارف. يعطيك ألف عافية وجزاك الله خيرا أنت والأخ محمد حجازي وجميع المشرفين والمستغفرين، الله يعطيكم العافية جزاك الله خيرا. السلام عليكم. نعم إخوتي الكرام، حياكم الله وبياكم. بالنسبة لهذا الأخ يعني سبحان الله، من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما فعل فقد كفر بما أنزل على محمد. السؤال هنا بجهالة، من ذهب إلى كاهن وهو لا يدري، يعني لا يعمل هذا العمل أصلا، لا ترفع ولا تقبل له صلاة 40 يوم. على كل حال أسأل الله العلي العظيم أن يتوب عليه، وأنه هذا الأخ طبعا يبطل هذه الأسحار. هذا الأخ صارت معاه، يعني هو يقول إني لزمت الاستغفار، سمعته أشهر 3 أشهر لربما، ويعني تارك للذنوب. وقلت له تفقد أخي تفقد. الحقيقة أردت أن آتي بالتسجيل الصوتي الذي بعثته له، لكنه على الواتساب، وهنا لا أستطيع أن يعني أخرجه من الواتساب، لأن الواتساب موجود فقط في هذا الموبايل. كنت لازم أنقل التسجيل ما نقلته. على كل حال يعني النصيحة التي سألته وبينت له أن يتفقد ذنوبه، وها هو تفقد ذنوبه وظن أنه كان على خير ولا يدري، حيران لماذا هيك. المشاكل وصلت إلى عنان السماء بينه وبين زوجته والبيت، وبدأ يفكر بالطلاق وكل هذا. شوف شو عنده بلاوي بالبيت، عنده سحر عنده في البيت، سحروه. وأسحار مش سحر، يعني أسحاره كان كل مد يروح يعطيه حجاب، هذا حجاب سحر يعني. فالشاهد هنا هو عليه أن يبطل هذه الأسحار. ادخل أخي الكريم على جوجل
طريقة إبطال الأسحار، لكن لازم عليك أن تكون محصن. أنت لازم تكون متحصن بأذكار الصباح والمساء وعلى وضوء، ولا يعني تلعب في هذه الأوراق هكذا، لأنه هذه الأوراق، هذه الأسحار موكل فيها شياطين، فلازم تكون محصن وبأذكار الصباح والمساء، وثم تبطلها في داخل ماء مرقي. لكن جميل انك انت قبل ما تفتح السحر هذا تشوف ما هي الاذكار التي تقرأها على الماء عشان تبطل السحر. في جوجل ممكن في اليوتيوب ما هي الايات التي تقرأ على ابطال السحر، فبيدلوك. ثم تجعل هذا السحر في داخل ماء، إناء ماء لربما أظن 7 أيام، والسحر منقوع في هذا الماء. ثم بعد ذلك عندما يبطل مفعوله إن شاء الله، إذا كان الورق فتحرقه ولا تستنشقه، تحرق الورق ولا تستنشقه، والماء الذي بقي تسكبه في مكان لا يمر فيه الناس، لا يمر فيه الناس. نعم، آيات إبطال السحر بتشوف آيات إبطال السحر إن شاء الله، وتقرأها وتنفث على الماء. نعم، شفت بلاوي. أنتم كلكم تفقدوا ذنوبكم. لكن نعود لموضوع مهم جدا. امبارح كانت القصة جميلة جدا، معها في قصص وشواهد، واستشهدت في كلام إن هذه العبادات التي لا تأتي أكلها وثمارها ففيها نقص، فيها شيء يتعلق فيك أنت لا تؤديها على حقيقتها. يعني الصلاة إذا لم تثمر معك، نعم، أو الذكر أو القرآن وقراءة القرآن، أو أنت يا حافظ كتاب الله، أو أنت التي تعلم الناس الخير، الله جل في علاه يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة. لكن إذا إذا أنت تعبان وأمورك معطلة، فالخلل فيك، الخلل في ذنوبك. شفت هذا الأخ كاد أن يتهم الدنيا كلها، ولماذا ولماذا ولماذا؟ نعم، صراحة الأمر أنا لا أريد أن أدلي بما قال لي، لكن قال لي أشياء كثيرة. هذا الشخص قال لي أشياء كثيرة، يعني تعجب لماذا حدث كل هذا. يعني هو الصراحة في شخص من البيت بدأ يكفر الذات الإلهية، من أهل البيت بدأ يكفر في الذات الإلهية. فقلت لهم: إنه الشيطان الذي يكفر، ليس الشخص. إن الشيطان الذي يكفر، الشيطان الذي يسكن هذا الجسد يكفر ولا يريد. شوف ماذا تبين الإنسان مسحور بالسحر بأسحار. على كل حال، انتبهوا إخوتي الكرام، تذكروا إلى الخلف، عودوا إلى الخلف. إذا كان في أعمال سحرية إمك عملت لك، لربما من باب إنها بدها تساعدك في جهالة، لربما مثلا. لكن الأخ أنا بنصحه إنه يدخل في الإسلام من جديد، يعني يتشهد ويدخل في الإسلام من جديد، يعني يغتسل غسل الدخول في الإسلام من جديد، ويدخل كمان مرة، والله أعلى وأعلم، أو يستفتي أحد آخر. طيب، هنا تكلمنا عن 30,000 استغفار، ورد 30,000 استغفار. قلنا إنه ورد مبارك لزمناه في 2015، أتى أكله بكل الآية. آية الاستغفار التي في سورة نوح آتت أكلها كلها ب30,000 استغفار. بدأت في المطر والمال والبنين، وبدأ الله بفتحه علينا فتوح ما شاء الله تبارك الله. تركنا الاستغفار بال2015 وعدنا إليه بال2022، وبدأ الفتح، نفس الفتح ونفس التدريج، والحمد لله رب العالمين. فتح الله علينا مرة أخرى نفس الفتح، مطر، مال، نفس مبلغ المال الذي بال2015 جاء الأولي تقريبا $4,000 ب$4,000، $4,000 بال2015، $4,000 بال2022. قصة الاستغفار هذه تكلمت عنها، يعني فصلت فيها كثير، لربما حتى الآن في 1000 حلقة ما سبقنا، والفضل كل لله من فصل بالاستغفار وجاوب على الاستغفار مثل ما فعلنا. لكن جميل، هناك شيء جديد جدا وقد تبينته في الحلقتين اللي مضوا، وهناك من يعني عملوا علامات استفهام. بدنا ننوه لكم الموضوع ونستمر إن شاء الله على بركة الله. بدنا ننوه لكم الموضوع ونستمر. سبحان الله. صراحة الدرس اللي كان امبارح كان طويل وجميل، وفيه استشهادات
لكن إن شاء الله غدا نسترده بعد 24 ساعة، ربما أستطيع أن أسترده أو ندخل نعمل عملية استرداد. المهم أنه نحن تكلمنا عن 30,000 استغفار، ثم بدأنا لأنه دخلوا لنا هذولا الذين ثبت ولم يثبت، فقلنا إنه طبعا هو ورد مبارك قد تقدسه أنت لنفسك، كالذي يقرأ كل يوم جزئين من كتاب الله، خلص ما يخدع حاله، كل يوم جزئين، كل يوم جزئين، كل يوم جزئين. كم لك تقرأ جزئين؟ بقول لك مثلا 5 سنين، خلص مقدس الأمر لإله ولا يتنازل عن هذا الأمر. وأنت ممكن تقدس هذا الأمر لإلك، أنا ما قدسته لإلي، يعني كما قال سيدنا أبو هريرة، تذكر أنت الكلام ولا تأتي لي بكلام هكذا عام وتقول لي ثبت ولم يثبت. نتذكر ورد الإمام عذرا سيدنا أبو هريرة الذي كان يستغفر الله في اليوم 12,000 مرة، وقال على قدر عتقي. وهل كان سيدنا أبو هريرة يعني يتكلم من يعني هكذا؟ ألم يعرض هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يعرض أبي بن كعب الصلاة على رسول الله عندما قال له يا رسول الله إني أكثر صلاة عليك؟ لكن لا ننسى عشان ما يفوتنيش هذا الأمر كمان، من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم، شو يعني لزم؟ يعني أنا اليوم أخذت على نفسي، عذرا، اليوم أنا أخذت على نفسي، ما كان صعب ولا شيء، مع القناة مع كل شيء، شوف قديش اليوم عملت 21,000 استغفار. أنا دائما كنت 8 9، بالأول كنت 10 12، لكن من اليوم وصاعدا إن شاء الله لن أنزل عن ورد أبو هريرة، وسقفي مبتغى إني أصل ل 30,000 استغفار، ولن أتهاون بعد ما بدا لي من التهاون ما بدا. لكن إسا خلينا إحنا نركز في من لزم الاستغفار. من لزم الاستغفار، لزوم الاستغفار هو أن تبقى مستغفرا كل اليوم. فمسبحتي بيدي حتى الحمد لله رب العالمين عشان الأمر يكون مبين. لقد أزلنا هنا، كنت هاي المسبح قد أزلت الذي الزر الذي يعني يصفرها، فهي لا تتصفر غير إني يعني أدخل شيء حاد هنا فتصير صفر. يعني إذا أدخلتها لجيبي تبقى على هذا الرقم. هنا تكلمنا عن 30,000 استغفار، ثم بدأنا نقول إلزموا الاستغفار، ثم بدأوا طبعا الله جل في علاه لئن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولا، الله جل في علاه يقبلك، ولكن في أمور لازم احنا نتعلمها. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما تكلم مع أبي بن كعب تذكر هذا الحوار، قال يا رسول الله إني أكثر صلاة عليك. قالوا أجعل ربع صلاتي لك؟ قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. طيب شو هي إني أكثر صلاة عليك؟ يعني أبي بن كعب كان عنده دعاء، هذا ما فعلته أنا، وكأنه بين الفجر والشروق كان يجلس أبي بن كعب وكان يعني يصلي على رسول الله ثم يفتح بالدعاء، يصلي مثلا ربع الدعاء ثم يفتح. فعندما عرض هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أكثر صلاة عليك، يعني ما كان ربع، أجعل ربع صلاتي لك؟ قال له إن شئت وزدت فهو خير لك، حتى وصل إلى أجعل كل صلاتي لك، يعني أجعل كل دعائي لك. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. طب أنا طبقت هذا الأمر على إنه أبي بن كعب رضوان الله عليه كان يجلس جلسة فيها دعاء طويل ثم يدعو، يعني وكأني أنا مش قلت لكم إني جلست بين الفجر والشروق صليت على رسول الله بالصيغة الإبرامية 400 مرة لمدة شهرين، وخطفت ثماره ونزلت الدرس، تكلمت مما وجدت عن الصلاة الإبراهيمية أو عن الصلاة على رسول الله. لكن موضوعنا ليس أوراد، موضوعنا إنه إحنا نحيي أمة، نحيا ونحيي أمة، معناه ننهض
عسى الله أن يتوب علينا. فالله جل في علاه في الاستغفار لا يعذب الله مستغفر، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار هو مفتاح كل باب أغلق عليك. نعم، للصلاة لرسول الله لها حلاوتها ولها أمرها، ولكن الأولى أن نلزم الاستغفار. ناس يعني أناس اقترفوا الربا والإباحيات والغيبة والنميمة والسب والشتم والانبطاح تحت الشهوة والظلم والتزوير، وما تركوا من الذنوب من الأقوام التي مضت إلا واقترفوها، فأولى بهم أن يلزموا الاستغفار، أولى بهم أن يلزموا الاستغفار. فنحن نلزم الاستغفار الآن. يعني بعد ما بينت أنت الفضل الله تكلمنا كثير عن 30,000 استغفار، لكن جنحنا هنا وهناك في ناس عندها مشاغل، وقلنا يعني بالآخر يبقى استغفار. لكن السقف لازم انك انت تحافظ على 30,000 استغفار، ليس من باب التقديس لكن من باب انه هذا ورد مبارك فيه الاكثار. طب انا اليوم اذا انا صرت طبعا معي قناة، معي بسمع تسجيلات المتابعين، قرأت سورة البقرة وختمتها وانا استغفر. طب انا حديت الان 21,000 استغفار. انا لو اني ما كان معي القناة، انت ما عندكش قناة، انا ما عندي قناة، لو كان ما عنديش قناة كان وصلت فوق 35,000 استغفار. يعني مش صعب، انا لازم للاستغفار. خلينا نطبق حديث رسول الله بمفهومه، بمفهومه كيف ينطبق على 30,000 استغفار. طب انا كنت لازم كل اليوم، يعني جلست اليوم في مكان واحد بقول يا اخي كل اليوم تشتغلوش، قلت له انا جالس معاك، انا جالس معاك، انت بتتكلم وانا بقول هكذا. قال صحيح، أنت جالس أنا بستغفر، لما بتتكلم أنت أنا بستغفر، هكذا أنا بالسيارة بستغفر، أنا جالس هنا، أنا جالس مع الناس، أنا في كل ما ماسك مسبحتي واستغفر. فيبقى الخاتم الاستغفار بيدك، فبذكرك إن شاء الله. وبعدين بعد ما حدث ما حدث من قبل كم من يوم، يعني تبين لي إنه في عندي، قلت لكم إن الله شفاني من البروستات، شفاني الله من البروستات، حتى إن النظر، يعني النظر كمان الله شفاني فيه، يعني والحمد لله رب العالمين. لكن عندما قللت الاستغفار بسبب انشغالي بالقناة ومتابعة قصص المستغفرين، مرة تيجي قصص طويلة جدا 25 دقيقة، طب 25 دقيقة بدي أسمعها، وإذا بدي أنزلها كمان 25 دقيقة، وبدي أعدها، وكل هذا الموضوع بأخذ وقت كثير مني، فهذا الكلام يأخذ مني كثير من الوقت، فأشغلني. ولكنه في طاعة، في طاعة الله. نعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فالله يرضى هذا القول. لكن لا يغنيك عن الاستغفار بشيء ولا أي عبادة. منين آتي في هذا الكلام؟ لماذا تتعطل حياة حافظ كتاب الله؟ حافظ كتاب الله يا جماعة هو مش يعني حاطط ديسك هنا وخلص يعني حفظه، بده يردده كل يوم، كل يوم عنده قراءة، كل يوم عنده مراجعة، كل يوم عنده مراجعة، يعني كل يوم عنده 4-5 أجزاء، لربما أكثر أقل، في ناس أكثر في ناس أقل، براجع القرآن كل يوم، بعود عليه كل يوم. طب هاي مش حسنات؟ طب هذا مش من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ أهل الله وخاصته لا يشفع له. لماذا؟ اسأل نفسك يا أخي الكريم، اسأل نفسك لماذا أبو هريرة كان يستغفر 12,000 مرة. فأنا أخذت على نفسي صراحة من اليوم صاعدا أن لا أنزل عن ورد أبو هريرة أبدا. يعني بعز الانشغال بإذن الله الواحد الأحد، هذا المينيموم، هذا أقل القليل الذي سأفعله من استغفاري اليومي، وأنا محافظ على سورة البقرة. ولكن إن شاء الله سأعمل إلى أن أصل 30,000، وإنت اصل 30,000 وزيد. خلي 30,000 المينيموم، أقل القليل عندك. لازم يكون عندك سقف عالي من الاستغفار. ليش؟ إحنا سمعنا قصص المستغفرين، لازموا الاستغفار، كانوا مكثرين، فتح الله عليهم، قضى عنهم ديون، وأنا واحد منهم. نعم قضى عنا ديون، شافاني الله.
لكن عندما أنا نزلت في ورد الاستغفار رجعت الأمراض. هل كلامي يعني بخصني أنا؟ لسه بنقرأ تعليق الإخوة. ففي من يدخل يريد أن يجعل من الأوراد شيء. الأوراد ليس للناس المذنبة. أول شيء عشان تعرف الله، حقيقة بلغ عني والآية تعرف الله. أنت تعرف كل أوامر الله، أنت بتعرف من أوامر الله، مش كل أوامر الله، من أوامر الله. أنت لا تعرف الله. كيف يعرف الله؟ من خلال بلغ عني والآية. ولن تصل إلى أن تعرف الله جل في علاه بدون سورة البقرة، بدون سورة البقرة، لأنك ستقع في كثير من المعاصي لا تستطيع تركها أنت من لوحدك. فهي من أفعال سورة البقرة، هي من أفعال سورة البقرة. أنا ما جئت لأجادل أي شخص. نعم، أمركم عند الله، أمركم عند الله، أمر كل واحد هنا عند الله. أنا ما جئت لأجادل. أنا من كتم علم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فتح الله علي، وجدت الخير، وجدت أين نقاط الضعف، وجدت كل شيء، بينته للناس وجدوه الناس. نعم، وجدوه الناس. همي كان إن هذه الأمة تنهض. طبعا هناك في ناس مغرضة لا تريد لهذه الأمة أن تنهض، في ناس مأجورة لابسة ثوب الدين ولكنها مأجورة تطعن في الدين. يعني حتى إنه في بعث لي أحد الإخوة إنه هناك على قناة مشهورة، قناة الناس يا أخي، إنه من اللي يدعون الكلام العلم إنه في ناس قال عندها وسواس بالاستغفار. يعني الاستغفار كثير كثير كثير، هذا وسواس. هذا ناس مأجورة. نعم، يجلس في منابر، يجلس في منابر هكذا فقط، لا يعطيك الجواب الصحيح. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا أني وجدت إنه التقليل من الاستغفار قد يذهب كل شيء وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. شوي 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 ضاع كل شيء وعدنا من حيث بدأنا. ثم بعد ذلك بتصير تقول طيب أنا بستغفر. نعم، عندنا كان من يقرأ سورة البقرة، لكنه كيف كان يقرأ سورة البقرة؟ أنا يعني تتكلم مع الناس، نعم أنا أقرأ سورة البقرة. كيف تقرأ سورة البقرة؟ كل 4-5 أيام بقرأها مرة، بقرأ نصفها، جزء منها، هكذا بكملها على أسبوعين. طيب بنكملها على عدة أيام. طيب هذا بنسميه كمان بقرأ سورة البقرة. لكن عشان تعيش حقيقة بلغ عني ولو آية بدك تكثر، ما بدك تكملها كل يوم. لكن في طريقتها احنا بيناها، أقفال سورة البقرة. طيب اللي حدث إن عندما انشغلنا ونزل الورد من مرة لمرة، الأوجاع والأمراض والالتهابات رجعت مباشرة بفضل من الله. أدركت لأنه الدواء ما عاد ينفع وما فيش مرض. يعني عملت تحاليل ما في مرض والدواء مش عمال ينفع، مفهوم؟ فوالله بعد ما إني رفعت سقف الاستغفار تلاشى، وكأنه شوكة عندما تنزل بالورد، وكأنه شوكة يعني تغرز في لحمك، شوكة تغرز في لحمك، وتبدأ كلما نزلت توجع أكثر أكثر أكثر، وعندما ترتفع وكأنها تبتعد هكذا، وكأن الله ينبهك. هذا ما وجدت. أنا الآن أخذت على عاتقي إن شاء الله بإذن الله تعالى لن أنزل عن ورد أبو هريرة. فإذا كان أبو هريرة، إذا كان الرسول عليه السلام قال لأبي بن كعب إذا يغفر ذنبك ويكفى همك بالصلاة على رسول الله، فلا بد إن الرسول عليه السلام قد قال لأبو هريرة إذا تعتق. والله أعلم، لا أجزم، ما ثبت هذا الكلام، لكن سيدنا أبو هريرة لا يأخذ على نفسه يعني شيء ما استشار رسول الله فيه، فهو من أحد الصحابة المقربين. نعم، المهم ما علينا. لكن الحقيقة إن عشنا هذا الأمر، نزلنا لل5000 و7000 وهكذا، بدأت الأمور وكأنك لا تفعل شيء. يعني ما هو ما بتفوتش على موضوع من لزمة ما بتفوت هذا الموضوع.
انت مش لازم يعني السيئات زمان انت خلصت منهن، 3/4 السيئات زمان انت هذول 6-7 آلاف استغفار خلاص، انت مش لازم الاستغفار، انت استغفرت. اجعل بضع يومي استغفار وكأنه اجعل ربع صلاتي لك يا رسول الله. انت ما دخلت على من لزم الاستغفار، اللزوم كل اليوم. انا كل اليوم ما بين يعني اذا انا قرأت سورة البقرة تركت يلا الان استغفار، دخلت على القناة تكلمت الان بعديها انا استغفار، انا جالس بين الناس انا استغفار، بالسيارة انا استغفار، بالسوق انا باستغفار، بالدكان انا استغفار، كله استغفار. نعم وصلت. فاخوتي الكرام، من اراد ان يعيش جمال الاستغفار فليكثر، فليبحر مع الاستغفار. بدك الغنى، بدك الارزاق، بدك كل شيء من الخير العظيم، عندما تتخطى لا تنزل، لا تنزل تكاسلا. يعني انا شو كان يشغلني غير اني يعني بفضل الله طبعا عليت همتي. طيب ليش انا كان يطلع معي بالاول 7,000 و6,000، لكن اليوم يعني ما جهدتش اكثر من اللازم. طبعا 21,000 ما جهدت اكثر من اللازم، لكن حملت المسبحة كل الوقت، كنت اتفقدها، يعني دائما اتفقدها، فما تعبت. وين الوقت؟ هذا كله من الشيطان. اين الوقت؟ كذاك الاخ الذي قال تفقدت كل ذنوبي وبالاخر كان عنده اسحار معبي البيت. وانت يا اخي تفقد بيتك، تفقد ذنوبك، تفقد كل شيء، وان شاء الله سترى عجب من فضل الله بهذا الاستغفار. من يريد ان يغيب علينا هذا الامر اني انا اخذ. هناك المنظرون اخوتي الكرام لا يريد لك ان تستغفر، يكفيك خلاص، يكفيك 100 مرة يكفيك. انت حر تأخذ بكلامي كما بدأت معي في الكلام. وهناك من يعرض علي أن نأخذ الصلاة على رسول الله ومكتسبات الرسول عليه السلام لا تذهب سدى. ومن قال لك طيب ما أنا الله قضى عني 80,000 دولار يعني تبخرات، من قضى الدين؟ يعني شو هالكلام هذا هيك الخزعبلاتي؟ يعني قال مكتسبات في الصلاة على رسول الله لا تذهب. طيب ما الله رزقني بأبطل السحر والحمد لله، وفي عنا أولاد صاروا بفضل الله يعني هن تبخروا. الله يريد لك الخير، الله يريد لك الخير، أن يسلب منك نعمة اكتسبتها في استغفار، فيريدك أن تبقى على هذا الاستغفار ولا يتبخر. كم منا طب أنا بال2015 انتكست وذهبت أدراج الرياح استغفاري، يعني باي 4 سنوات تقريبا. لكن سبحان الله عندما كنت أعطي دروس وهكذا بال2022 عندما جاءوا لي بالحقيبة التي كنت أعطي فيها دروس بال2015، حقيبة كل الدروس فيها يعني يمكن 70 80 90 100 درس لا أذكر، أول ورقة مديت إيدي عليها وإذا هي بتتكلم عن ورد 30,000 استغفار. سبحان الله تركتها وضيعتها بال2015، وجدتها بال2022 حتى ابني يعني أعطاني إياها، مديت إيدي وإذا ورد 30,000 استغفار وقصة الإمام أحمد مع الخباز. يعني هل هي صدفة؟ طب ما أنا قطفت كل هاي الثمار وأخذتها موجودة ومكتسبات والحمد لله رب العالمين. لكن في أشياء الله بينبهك فيها، الله بيبعث لك تنبيهات. طب أنا الحمد لله رب العالمين بالصلاة على رسول الله كان عرس أولادي ما شاء الله وكأني في حلم، وقت مكتسب الحمد لله رب العالمين خير ولا زال. أنت ما بدك الله يبعث لك تنبيهات؟ أنت بدك تجد نفسك يوما ما. أقسم بالله في اليوم الذي تكلمت عنه هذا اليوم أول مرة في حياتي بالاستغفار هذا، الظهر أكون فقط مستغفر 300 مرة. أنا الظهر كنت أستغفر تقريبا كنت صرت موصل 10-12 ألف استغفار فقط 300 مرة. ألا تريد تنبيه رباني عشان ما تضيع كل استغفاراتك وتنغمس وتظن إنه هذا من عمل صالحا، أي ما هو حافظ كتاب الله يعمل صالحا أكثر مني. إذا نقيس ماذا أفعل؟ لربما أنا بفضل أني أكون حافظ كتاب الله وعمل أردده مثلا.
طب ليه ينتكس حافظ كتاب الله وبفوت على ديون وبفوت على كروب، على هم ومشاكل في العيلة ومشاكل في البيت وأصحاري بتركبوا؟ عندنا قصص، ما فيش كلام هذا من هنا ومن هناك. وحفظت كتاب الله عندما نزلنا قصصهم، يعني كنت أستغفر ما شاء الله أحلى أيام في حياتي، علما إني حافظ لكتاب الله وإني أختم كتاب الله يوميا، لكن ما الاستغفار كان. فخلينا، أنا سأخذ أقل القليل هو 12,000 لمن يريد أن يفلح، فليركب معنا إخوتي الكرام ولا يتهاون، لأنه سيجد نفسه يوما ما قد تراخى وتراخى 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 حتى ترك كل شيء. خليك يقظ، خليك يقظ، عندك سقف لا تتهاون فيه، واجعله أقل شيء كما كان لأبو هريرة، نعم، على قدر عتقي. طبعا احنا عندنا هنا قصص للمستغفرين الذين نزل ورد استغفارهم فانتكسوا في الأمور، بدأت تتعطل عليهم الأمور. الحمد لله رب العالمين أن الله بالله يبين لنا، والله إنها من رحمة الله. يعني شامت قلت أنا لا أذنب، أنا أستغفر. أنت بدأت بالاستغفار 30,000 واليوم تستغفر 1000. طب أنت بدأت بال30,000 ليش نزلت 1000؟ كم من كلمة تتكلم على الناس بالغيبة والنميمة وكذا وكذا؟ مين قال لك إنك أنت يكفيك 1000؟ ليش أنت نبي تنك تقول؟ حتى هو يونس عليه السلام، سيدنا يونس التقمه الحوت بذنب، ما شفعت له نبوته، ما شفعت له نبوته، ولا شفع كتاب الله، حفظ كتاب الله لحافظ كتاب الله، ولا شفع لنا هذه القناة إذا إحنا لم نستغفر. علينا أن نستغفر، عليك أن تستغفر. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. شو بدك تعمل حالك إله ولا يعني إحنا يعني يا رب إحنا أصدقاء إسا فيش حاجة أستغفر، يلا نذكر الناس ونعمل شو بدنا بس بدناش نستغفر. ليش؟ شو فيه الاستغفار؟ شو السر اللي فيه الاستغفار؟ لماذا لا يعذب الله مستغفر؟ وما كان الله معذبهم يستغفرون. ليه فقط لا يعذب المستغفرين؟ شو فيه عبودية، إقرار في العبودية، إقرار في الذنب، إقرار في الضعف، إقرار في قلة الحيلة، إقرار إنك أنت إنسان متفلت، إقرار إنك أنت إذا أمسك الله على هذا الذنب سيعاقبك، تخاف الله، إقرار في الخوف. نعم إنه إقرار في الخوف من الله من الجليل، نعم إقرار من الخوف من هذا الذنب الذي ارتكبناه. وعلينا أن نكثر ونكثر ونكثر ونكثر، ودعك من كل التنظير الذي ينظرونه، والله لا يملكوا ولا حقيقة شيء. والله لو ملكوا حقيقة شيء من هذا الاستغفار لما وصلنا إلى ما نحن عليه. يكفي أن نستغفر حتى نخرج من دائرة وما كان الله معذبهم يستغفرون. ما كان الله معذبهم يستغفرون. يعني أنا معقول أكون مديون وأنا مش أشعر بالعذاب؟ معقول أكون مسحور أو مهموم، أولادي معطلة حياتهم وأنا مش بعذاب؟ أكيد كلها من باب العذاب. فالله لا يعذب المستغفر، إذا سيرفع كل شيء. فإذا إذا أنا كنت من أمي في ذيل الأمم معناها نتعذب. إذا الله لو إنا لزمنا كلنا الاستغفار سيرفع الله ويغير. نعم سيغير أحوالنا، سيمكن لنا، سيرزقنا، سينصرنا، سيعطينا. فالحمد لله رب العالمين. يعني أنا بدي أقرأ كم من قصة وأقول لا تسمعوا لكل الذين يروجون للأوراد، لا تسمعوا، خليكم في بلغوا عني ولو آية. نعيش الاستغفار وسورة البقرة حتى تقطف ثمارهم، لأنه من خلال هذه الآيات ستعرف الله، أنت تعرف أوامر الله، وعشان هيك أنت تتفلت من أوامر الله. لكن عندما تعرف الله سورة البقرة ستبسط لك العبادة، ستبسط لك العبادة والطاعة وتطبيق العبادة والرضا. الرضا التام، الرضا مش رضا كلام، رضا تام، رضا ينبع من القلب يعلمه الله. الرضا يرضاه الله، انك انت راضي عن الله. نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فانت راضي عن الله، عن عطاء الله، فهمان لرزقك، فهمك الله
واتقوا الله ويعلمكم الله. علمك الله، فهمك الله، فتح الله عليك. كما علمنا الآن إنك إذا بتنزل بالاستغفار، يا بلغوا عني ولو آية بالاستغفار، إذا بتنزل بالاستغفار فستخسر كل شيء. طوبى لمن وجد في صحفة استغفارا كثيرا، من لزم الاستغفار والذاكرين الله كثيرا. فلا تساوينا بنعل رسول الله، بشراك نعل رسول الله وصحابته، لا تساوينا بهم، لا تساوينا بهم. الرسول عليه السلام كان تحت البلاء، تحت الإعداد، تحت التمكين. الرسول عليه السلام عندما كان الله يبتليه، أنت لست مبتلى، أنت إنسان منبطح تحت شهوتك، آكل للربا، لربما العري والتكشف، لربما الإباحيات لا تفارقك، لربما الغيبة والنميمة لا تتركها، لربما إنك أنت بالمسلسلات، لربما بالسحر، لربما بالشعوذة، لربما بالظن السوء، بالحسد، بالحقد، عايش في كل هذا الأمر، وبالآخر تشرك بالله بالليل والنهار، تنسب فضل الله عليك لغير الله، وبالآخر أنت مبتلى. انت بتساوي حالك، بتقول لماذا تساوي حالك في رسول الله؟ انه الرسول عليه السلام يعني مبتلى. الرسول عليه السلام كان مبتلى للإعداد. نعم، يعده الله جل في علاه للمهمة، للاستمرار في المهمة. نعم، وصحابته كذلك. والمؤمن الذي تاب الله عليه، نعم سيبتليه الله للإعداد. نعم، مش عشان انه ايش بده يغلبه، هو بيبقى فاهم هذا الشيء، عارف هذا الشيء، ولكن في هذا الزمان الله أذن للاستغفار أن يأخذ محله. أن الله لا يعد المستغفر، من لزم الاستغفار، المستغفر الذي لزم الاستغفار. وعشان تكون لازم الاستغفار، والله أعلى وأعلم، طبعا هذا مش شرط، لكنه كما بدأنا ب30,000 استغفار لن ينزل عن 12,000 استغفار. للمشغول كثير كثير كثير، ابقى ب30,000 استغفار، ابقى. بدك تشوف الخير العظيم. انت ليش بتفكر بيوم ويومين؟ ليش بتفكر تقضي دينك وتترك الاستغفار؟ ليش انت بتخيل شو بده يصير معك بعد سنة، سنتين، بعد 10 سنين وانت مستغفر ولازم الاستغفار ومصر على الاستغفار من الخيرات؟ يعني انت فكرك ستبقى في هذا المرحلة يعني الدنيوية كلها اتراب ومصاري وفلوس واولاد، ولا سينقلك الله الى علوم لا يعلمها الا الله جل في علاه؟ واتقوا الله يعلمكم الله. نعم، سيأخذك الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سيأخذك الله إلى عالم، يعني عالم الرضا، عالم التوكل، عالم حسن يعني الولاية، أن تكون تصبح ولي من أولياء الله. واتقوا الله يعلمكم الله. نعم، ستكون مستجاب الدعاء. نعم، الاستغفار سيأتي، سيفعل لك الأفاعيل به الله جل في علاه، لأنه آيات الاستغفار كلها فيها قوة، فيها تمكين، فيها رزق، فيها مال، فيها بنين، فيها حياة طيبة، فيها كل شيء، فيها رحمات، صار آيات فيها أمطار، فيها خير، فيها عظيم. فكل الخير الذي تبحث عنه في الاستغفار. نعم، سورة البقرة إنها الحكمة، إنها التدبر، إنها الرضا، إنها الأمن، إنها التقى. نعم، إنها العلم، عندما تتقي الله يعلمك الله. إنها البصيرة، سورة البقرة. فهنيئا لمن أكثر وأخذ ولم يجادل. ما ضيعنا مكتسب، لكنها هذه من رحمة الله. والله يا رب لك الحمد حمدا كثيرا، لك الحمد حمدا كثيرا على أن بصرتنا. والله هذا من دعائي، يا رب بصرنا بعيوبنا. فإذا إحنا أقلينا بالاستغفار فلربما 10,000 نزلت. نعم، هي نزلت 8,000 ونزلت 6,000، والله الذي لا إله إلا هو، ونزلت إلى 4 5 4 5 3 6 هكذا، 4,000 6,000 فبدأت تنزل وتنزل وتنزل، فكأن الله وقف هذا الأمر. وتأتي قصة أبو هريرة رضوان الله عليه، إنه على قدر عتقي، يعني أنا من أهل الجنة وأنا أستغفر ب30,000، أنا من أهل الخير العظيم على قدر عتقي.
فأنا لن أدخل النار إذا أنا لزمت الاستغفار بفضل من الله 12,000، وأنا سأتمتع بخير عظيم ما كان الله معذبهم يستغفرون. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج وكل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب، وسيرزقني الله المال ويرزقني البنين ويرزقني التمكين ويرزقني كل هذا الرزق. نعم، في هذا الاستغفار الذي أقل القليل هو 12,000، ولكن الذي يستطيع أن يجعل له 30,000 سقف إلك أنت قدسه. يعني أنا بدي أقدس مثلا كما يقدس فلان، يعني عمال يحفظ كل يوم صفحة من كتاب الله، عم مقدس لنفسه صفحة كل يوم صفحة. لا ساوي نص صفحة، لا أنا صفحة. طب ساوي صفحتين، لا أنا بدي أساوي صفحة. مقدس هذا الأمر لنفسه. أنت قدس لنفسك 30,000، أنا ما بدي أقدسها إلك. مفهوم؟ في ناس بتقدس صلاة الفجر ولكن بتضوع كل الصلوات الأخرى. شو بتضوعها؟ بتصليها في البيت، لكن صلاة الفجر لا يمكن إنه يتنازل عنها، مقدسها إنه بده يصليها في المسجد. طب العشاء خلاص، والظهر بلاش، والعصر بلاش، هكذا. يعني بصليها في البيت، صليهن هون، بصليهن هناك، إلا صلاة الفجر مقدسها هنا فقط في المسجد. جميل، بس مش لحالها. وهكذا في مثلا فلان بقول لك أنا بساوي مسبحة 100، صلاة على الرسول 100، استغفار 100، حوقلي 100، مقدس صار له 5 سنين مسوين. فلا تعيب علينا إذا بقول لك قدس إشي لك. اجعل لك سقف لا تتنازل عنه، لأنه بعده ستتنازل وتضيع كل شيء. نعم تنازلوا حتى ضيعوك يا بلادي. على كل حال إخوتي الكرام، هكذا نحن نتراخى. لا تتراخى. الله بعث لنا رسائل قبلناها يا الله. أنا قبلتها عن نفسي، أنا قبلت أن لا أتراخى ربي جل في علاك، وأنا قبلت هذه الرسالة منك، أن بعثت لي هذه الرسالة أن إذا نزلت فأنت ستعيد أمراض قد شفيتني منها، والحمد لله رب العالمين. هذا أفضل إلي بمليون مرة من إني أظن إني كنت على خير. أظن لا ينجو من عقاب الله في الدنيا إلا المستغفر، لا ينجو من مصائب الدنيا إلا المستغفر طبعا، والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالمستغفر، ولنا كثير قصص نزلناها، الله يبارك فيكم ويرضى عليكم. فكثير ناس بتفوت، ثم إن أصحاب القنوات، أي قناة صراحة أنا بدأت أتراجع إني أتكلم قنوات تنشر كلامنا، لأنه بدأوا يخلطوا الحابل بالنابل، يخلطوا كلام من هنا. أنا موضوعي يا جماعة ماليش علاقة في الأوراد. أنا موضوعي مش إني أقول لك سبح 30 واستغفر 100 واعمل كذا 1000 واعمل كذا، لا. أنا موضوعي كلامي كبير أكبر من إنك أنت تفهمه حتى تأخذ به، وحتى يفتح الله عليك وتعرف إنك من خلال هذا الاستغفار ستعرف الله. إذا أنت بدك تستغفر عن شان المال هذا الشيء، وإذا تستغفر عشان تعرف الله من خلال بلغوا عني ولو آية، عندما يبدأ الله يحقق لك الآية التي في سورة نور واحدة تلو الأخرى فأنت بدأت تعرف الله. لكن لربما عقلك فقط اقضي ديني أو زوجني، فالله بيعطيك هذا الإشي، ثم تفطر عزيمتك، وبعد ذلك يسحب الله البساط من تحت قدميك، وبتقول بعد 10 سنوات من اليوم، بتقول أنا بسنة 2024 بعد 10 سنوات من اليوم، أنا بسنة 2024 أنا كنت أستغفر والله قضى عني دين وزوجني وشريت بيت وشريت سيارة، لا أدري كيف تركت الاستغفار، واليوم أنا أموري معطلة، سأرجع طب الحمد لله رب العالمين لقلنا لا تنزل عن هذا السقف. الحمد لله الذي قال لنا، يجي يقول لك من قال لك أين هو السقف؟ سقف أبو هريرة يكفيني، سأخذ به، أنا سأخذ به وسأجعله سقف لي. من يريد أن يركب معي أهلا وسهلا به، من لا يريد فليلزم ما بدأ به 30,000 استغفار. طبعا السقف إني ما أنزل، لكن إن شاء الله سأكثر حتى أرفع استغفاري. عسى الله أن يعني ينور لي أكثر
الطريق وأشوف شو فيه 30,000 استغفار عندما ألزمه سنين. نعم، أخذت مني القناة وقت طويل. الآن إحنا في قيد ترتيب الأمور حتى إني أخرج أنا على يعني هكذا على درس، والقصص فيها لها قناة للقصص الحمد لله رب العالمين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. اشتركوا انشروا الكلام في جروبات في مشرفين. نعم، لكن القنوات التي تنشر من هنا ومن هناك أنا صراحة سأسحب كل النشر التي تنشره تحت اسمي. لا أريد من يدخل. موضوعنا مش أوراد، موضوعنا أنت بعد ما تستغفر شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة ستبدأ تصبح مستجاب الدعاء. الموضوع بعدين لما تصير أنت تعرف الله وبعدين الله بيفتح عليك، مش أنا، مش حد ما في حاجة حدا يدلك. ليش؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من الذي قالها؟ الله جل في علاه. الله سيهديك ويحبب لك أي عمل القادم بعد ذلك. لو عرضت عليك 100 مرة لم تأخذه حتى يحببه الله فيك، حتى يحببك الله فيه. طيب احنا هنا كنا تكلمنا انه ننزل ورد الاستغفار فصار في مشاكل صحية. فعلا صدقت، انا كنت استغفر كثيرا شفاني الله من مرض مزمن، ولما تقاعست وقل استغفاري عاد المرض، ولما سمعت كلامك أدركت السبب وصرت أستغفر فوق 20,000 فذهب المرض، والحمد لله نحن معك نعيش آية ونجد كل ما تقول. الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا أخ. يا جماعة لا تتركوا الاستغفار حتى بعد أن يتحقق لكم كل شيء، لأنه بعد أن تترك الاستغفار سوف يتلاشى كل شيء. وأنا عن تجربة أتحدث، فتح الله علي بالاستغفار الخير الكثير، ولكن بعد أن تركت الاستغفار ذهب كل شيء وبدأت المعاناة أسوأ من قبل. لهذا أنصحكم لا تتركوا الاستغفار. الذي ذهب وعاد الديون يعني أنا قضى عني دين، لكن إنك لربما تبني دين من جديد. فهمت؟ ليش؟ لأنك أنت ابتعدت. الله بيحول ذنوبك إلى ديون، إلى أسحار، إلى أمراض، إلى أسقام، هكذا. فأنت عندما تقعص بالاستغفار بدأ الله يحول، وهذا أهون شيء يعني من أن يكون عندك مرض مزمن أو دين. لا والله الدين أهون إن شاء الله، لكن على كل حال كله بنحل إن شاء الله بالاستغفار. فالذي عاد هو لأنك أنت تركت فعود الله عليك. فهمت علي؟ مفهوم؟ شو اللي عاد؟ مش يعني عادت يعني وكانوا انقضى الدين ثم رجع الدين لم ينقض، لا انقضى الدين. نعم، جاء البنين الحمد لله رب العالمين، زوجنا الأولاد، كل شيء الحمد لله رب العالمين، لكن الدين يرجع تدريجيا وكأنك تندان والأمورك تتعطل شوي شوي هكذا. فالناس احنا بنعرف انه الله فك عنهم كربتهم، وبنعرف كثير ناس، وانا واحد منهم بال 2015 تركت كل شيء. فانقلبت الآية، طبعا انقلبت الآية. نعم بتصير ترجع لورا، لكن من لطف الله اني اخذت سورة البقرة انا ب 2028/9/2019. ما هو انا بدي ابين انه النقطة انك انت مش يعني انا كنت مديون $80,000 اندلنا $80,000. نعم ستبني دين جديد، ستبني مشاكل جديدة، لأن الله لا يعد المستغفر. وأنت بطلت لازم الاستغفار، بطل القانون يمشي عليك. قانون من لازم الاستغفار، جعل الله له من كل ضيق مخرج وكل هم فرجه ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني حتى إنك في صلاة ركعة على رسول الله لازم تلزم الصلاة على رسول الله. قال أجعل كل صلاة لك يا رسول الله؟ مش قال له أوصلي لك صلاة فيها 300 وخلاص. ليه بتطبق شو بدك؟ إذا الله زوجك جميل، لكن إذا تركت الصلاة على رسول الله ستركبك مشاكل أخرى. في هم بالصلاة على رسول الله كبير، هم واحد اليوم متبدل هو. فأنا همي إني أتزوج مثلا، خلاص لزمت الصلاة على رسول الله، زوجني الله. طيب وغدا لربما تدخل على الجامعة، فعندي هم آخر
اسمه بدي ادخل الجامعة، فلازمت الصلاة على رسول الله، قد يعطيني اياه. لكن بالاستغفار كل هم بتعرفه ولا ما بتعرفه، من كل هم فرجا. عليك دفعات، عليك زواج، عليك امراض، عليك اشياء، الدولة بعثت لك كارت كهرباء وانت اكبر منك، عليك قروض، عليك كل، سيجعل الله لكم من كل هم. هناك هم وهناك هموم. ما في تفاضل بين الاوراد، لكن في بدايات، في اول باول، مفهوم؟ ما في تفاضل، لكن في اولى اني انا الزم الاستغفار. انا اسأت الادب الى الله، انا قليل حياء مع الله، انا قليل ادب، انا اتفنن في معصية الله، انا اشرك بالليل والنهار، فما بينفعني اصلي على رسول الله. اولا علينا اتوب من هذه الذنوب واستغفر الله عليها وان اقلع عنها. فخلينا يعني لا تضلك تطعن فيه وانت لم تفعل شيء. سلمناك، كانت الخلافة قبل 100 سنة، سلمناك 100 سنة، ماذا فعلت؟ ضيعت الأمة وجاي تطعن في ماذا أبين والناس وجدت ضالتها. فاستحي من الله، لا تستحي مني، استحي من الله. وأعد للسؤال جواب، أعد، قل له يا ربي أنا كنت مخطط وعامل في معي خطة جميلة إن إذا بنفعل كذا وكذا أنا وجدتها والذين تعلمتهم وجدوها. قل لله، جهز جوابك لله، شو الخطة البديلة اللي عندك اللي بدك تقدمها للناس عشان الله يغير أحوالنا. لربما أنت تريدنا أن فقط نردد، لا نعرف الله، نشرك بالليل والنهار. ناخذ هذا، والله كلامك صحيح 100%. أنا نزلت ورد الاستغفار من 10,000 التي التزمت بها، فإذا أموري كلها بدأت تتدهور، الصحة، الرزق، حتى العبادات أصبحت أتكاسل عنها والالتزام بالأوراد. ما هو التحفيز والالتزام بالأوراد؟ ما هو التحفيز من الله؟ ويريد بنا خيرا والثبات لكي نسمو ونرتقي. نعم، الله يريد بنا خير. أن بصرنا إنه عيبك إنك أنت بتنزل في ورد الاستغفار وتظن إنك تستغفر، كالذي بيقول أنا بقرأ سورة البقرة كل يوم، أنا بقرأ سورة البقرة، ويعني هو شوفوا أنا كمان، أنا برضو لما قليت الاستغفار تعبت أكثر من لما قللت قراءة البقرة. وإن شاء الله أعمل لي سقف 10,000 وإن شاء الله يعني مش راح أتنازل. طبعا أنا اليوم استغفرت الحمد لله هاي حتى الآن 21,000، والله ما اجتهدت فيها، عادي. أنا أيضا نفس الشيء، لما بنقص العدد رجع ألم مفاصل، مع إني أصلا مش من المكثرين، ولكن وصلت أعداد لا بأس بها. ثم نزلت ولقيت الفيديو أيضا وانتبهت، سبحان الله كيف الله يحب عباده ويسخر لهم من خلقه ورسائله. نعم، الله بعث لك رسالة، لا تنزل بالاستغفار وتعد حالك إنك أنت من المستغفرين والذاكرين الله كثيرا، أنت لا ينطبق عليك هذا القول. طيب، السلام عليكم. أنا فعلا والله العظيم لما نزلت سقف الاستغفار بسبب انشغالي في أمور دنيوية، وأصبحت لا أنام من الألم في المفاصل، وكنت خلاص لم تؤلمني مفاصلي منذ فترة، واستغربت وقلت يا رب أنا أستغفر، لماذا رجع الألم؟ وفي صباح سمعت درس أبو محمد حجازي، وإذا به يقول عندما نزل ورد الاستغفار معي بسبب انشغالي بالقناة عاود علي التعب. قلت هذا هو السبب، والله الحمد لله الذي دلنا على الخطأ، والحمد لله لا نعود أبدا ولا نقلل ورد الاستغفار، بل نزيد بإذن الله. ملحوظة، إذا الواحد محدد ورد من الاستغفار ماشي عليه لا ينقصه بأي حال من الأحوال، لا ينقصه إطلاقا. لكن ممكن ما أعرف شو كمل، المهم ممكن يثبت عليه، خلينا نقول. طيب، جزاك الله خير عمي أبو أحمد، والله كلامك صح، كنت أستغفر بأعداد كبيرة طوال اليوم، والله شفاني من أمراض كثيرة وتعب وضيق تنفس، ولما قللت عدد الاستغفار بالكاد أستغفر 100 أو 1000 رجعت لي الأمراض كثيرة، حكة في العينين والتهاب العيون وجيوب الأنفية، وأول مرة تظهر لي هذه الأمراض، وضيق نفس وجفاف في الحلق. والله العظيم كنت أتألم وأبكي، وتذكرت أن الله لا يعد المستغفر، وما كان الله معدوم يستغفرون، فرجعت للاستغفار بأعداد كبيرة والحمد لله.
احنا بنسمع انه والله شفاني، بنسمع انه بكتبوا والله شفاني. طب ما انا ذهب مني الالتهاب الذي كان في البروستات مباشرة بعد ما الله فتح علي اني ادركت اني انا كنت نازل بالاستغفار، رفعت الاستغفار ذهب. يا جماعة كان والله كأنه شوكة، يعني لما يكون على الحفة 6000 هكذا اشياء من الشكل، يكون على الحفة وكأنه في شوكة بتدق، يعني فاهمين علي، بتدق في خاصرتي. لكن لما رفعت السقف ذهبت، هذا لم يبقى شيء بخلال يوم والثاني. فالله بيعطيك رسالة، مش بدك كمان سنة انت من المستغفرين، لكن الله اعطاك رسالة. لان اتاني عبدي مشيا اتيته ربه، اعطاك الجواب. نعم انت رفعت، راحت الاوجاع، انت بتنزل. طب الحمد لله يا ربي لك الحمد. والله ما عدت باذن الله تعالى انزل عن ان شاء الله 12,000. والله لو ما بنزل درس لازم اخلص الاستغفار تبعي، وهذا مش كثير، مش 12، يعني 12 المينيموم قدر عتقي. نعم وانا سافعل، لربما عتقي اكبر من عتق ابو هريرة بكثير. ليش؟ لاني انا اذنب مليون مرة اكثر منه عليه رضوان الله. فهمت؟ بارك الله فيكم. قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله. الله متابعنا حرف بحرف وكلمة بكلمة. والله يوفقنا للخير والناس تجد ضالتها، ونبين لهم، عشان مش بالماضي تصير تقول والله أنا كنت أستغفر بال 2024 بعد 5 سنوات من اليوم، بتقول كيف أنا نسيت الاستغفار؟ كيف ذهب مني؟ نعم ذهب بال 3000، كنت استغفر 30، نزلت ل 12,000، نزلت ل 7,000، نزلت ل 6,000 وهكذا. لكن الحمد لله الله نبهنا ورجعنا إلى الخلف. يعني إذا بتنزل يا عبدي سأعيد لك عليك كل شيء. الله يريد أن يغير هذه الأمة، لازم تنهض، فستنهض بالاستغفار، لأنه التمكين في الاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين كما أمد بني إسرائيل في المال والبنين. وصلت؟ الله يفتح علينا وعليكم ويرضى علينا وعليكم، وأسأل الله العلي العظيم أن يفتح عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين، وأن يغير أحوالنا. أحوالنا صعبة، أحوالنا صعبة جدا جدا جدا، لكن إن شاء الله نتأمل فقط بالمستغفرين، فقط بالمستغفرين. والله لا أتأمل إلا فقط من مسك مسبحته شو بتعمل؟ بستغفر. والله لا بهمني التسبيح الآن، مش وقته. أنت إنسان أسأت الأدب إلى الله، أنت دمرت الإسلام، أنت لست مرآة لدين الله، عليك أن تستغفر. والله سأستبشر خير إذا سألت واحد ماذا تفعل مع مسبحة، إذا قال لي بستغفر، والثاني إذا قال لي بستغفر، والثالث إذا قال لي بستغفر. والله سأستبشر كل الخير، مع أنه لا تفاضل بين الأوراد، لكن هذا زمن الاستغفار. أمة في ذيل الأمم لكثرة ذنوبها وتفلتها وعدم معرفتها لله بدها تستغفر. لا يحق لها أن تقول شيء آخر إلا أستغفر الله، كما قال الدرس. سبحان الله، محيت الدرس امبارح قال سأجلس فقط بدي أطلب المغفرة، سأجلس 6 أشهر أطلب المغفرة من الله. الله رحيم، سيفتح علينا، سيفتح عليه، سيرزقه، سيهديه، سيحبب إليه الخير. فاجلس واستغفر. استغفر. احنا بنقول استغفر الله، لا تستحضر الذنب، لكن الله يعني خليك انت عارف شو بتعمل. عمل استغفر، عمل اتبع السيئة حسنة، نقاط سوداء ملأت صحيفتي وانا اتبعها كلها باستغفارات. نعم، لاني انا اسأت الادب الى الله. اساءة الادب بكل ذنب اقترفته بده مغفرة، تقول استغفر الله عليه. كل ذنب اذنبته ولم تستغفر عليه وكتبته الحفظة وانتظروك حتى تستغفر، ما استغفرت عليه، بدك تستغفر عليه، تطلب المغفرة عليه. وما مضى والله يعفو عن كثير، فما بينك وبين الله شيء، وما بينك وبين العباد شيئا آخر. فإن تبت عما بينك وبين الله قد يغفر الله لك. لكن
عليك أن تتوب مما بينك وبين العباد، لكن حقهم لا يسقط أبدا أبدا أبدا. اتبع السيئة حسنة كلا تدخل في حديث المفلس. يعني اتبع السيئة حسنة بالاستغفار، أولا تأدبا إلى الله، أستغفرك ربي على إني اقترفت هذا الذنب وتجرأت عليك وأنت الذي منعتني وأنا عملته رغم إنك منعتني. هاي أول واحدة. مفهوم؟ ليش إحنا بدنا نستغفر؟ مش قراءة قرآن، بدنا نقرأ القرآن، نصلي على رسول الله، وبدنا نعمل كل الأعمال، لكن بدي أستغفر. أنا إنسان الله بيعاقبني، بدي أستغفر. ما عندك قناة تخرج للناس، أنت عليك أن تلزم الاستغفار، وعندما يكون عندك شيء مما وجدت من الاستغفار أخرج للناس. قصتك قد تلف العالم كله، عندما تحدث معك قصة أخرج بها بصوتك، عسى أن تكون صدقة جارية لك إلى يوم الساعة. ماذا عساك أن تقول؟ بلاش تفوت على متاهة إنه دار عمي ظلموني وزوجتي. قول أنا كانت حياتي معطلة. في نساء بخافوا على مشاعر، مثلا دار عمها ظلموها، أو هكذا زوجها كان قاسي عليها، فتقول كانت أموري معطلة، والله ما اهتدينا سبيل ولا توفقنا في هذا الزواج ولا 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 ولا. فلا تذم زوجها عشان ما يقول لك إيه سمعها زوجي وطلقني. خلي الأمور هيك. ثم الأشياء اللي هي يعني بتخصك من أرزاق، من أمطار، من هاي وضحها. قل يا عمي أنا في كلام لا أستطيع أتكلمه، لكن والله الله كنا في درك الشقاء، والله فتح علينا أبواب الخير. هكذا. بلاش تقول لي مرت عمي كانت سحرتني، ثم زوجك يسمع هذا الكلام وينقل لك هذا الكلام، ونحن لا ننتهي عن الغيبة والنميمة. يعني هذول اللي موجودين في الجروب الذين ينقلون الكلام، انت غيب ونميمي، يعني انت عمال تستغفر على ايش؟ لا يدخل الجنة نمام. النمام الذي ينقل الكلام عشان يضرب الاثنين ببعض لا يدخل الجنة. ملكاش جنة يا عمي، ملكاش باستغفارك شيء. اذا انت مخطط، اذا سمعت فلاني تكلمت على دار عمها مثلا، وصل الكلام انك تنقل الكلام. مسكين انت. استر يا رجال، استر، حط ورا الظهر. قصة طلعت للعالم لربما ناس تتعظ فيها، مش من باب الذم. ما هو مش معروف مين فلان ولا فلان، لكنك انت عرفت مين فلان ورحت نقلت الكلام لفلان، عرفت من خلال الصوت. فأي مستغفر أنت، أي مستغفر أنت بالله عليك. طب أنا تكلمت بلساني وقلت كذا وكذا وكذا. طيب أنت، ما الناس بتعرفنيش، إلا بهولندا بيعرفني، إلا بالجزائر بيعرفني، إلا بتونس ما حدا بيعرف صوتي. أنت اللي عرفت صوتي. طب ليش نقلت صوتي لصاحب الأمر؟ طب أنا طلعت رسالة، كنت مظلوم. كم مظلوم، كم مرت عم ظالمي ولا كنينها، وكم ام ظالمي ولادها، وكم وكم وكم. شو المشكلة تطلع الرسالة كما طلعت وانت لعلها تكون موعظة للجميع. بدك انت واحد يدعو في ظهر الغيب اللهم عليك في مرت عمي مثلا، بدك هيك؟ عسى الله أن يتوب على الناس كثير يا أخي. تنقل كلام جالس فيه، والله في ناس قاعدة في الجروبات وعمال تستغفر، وبالآخر نقيت كلام من اللي بدك إياه. لا تخاف الله، لا تخاف الله. غيب ونميمي يا رسول الله، تصوم النار تقوم الليل لكن تؤذي جيراني في لسانك قال لا خير فهي في النار. يعني أنت لما نقلت الكلام ألم تؤذي هذه الأخت بلسانك؟ لا خير فيك، أنت في النار. هذا معنى الحديث. أو سبتيها أو شتمتيها أو نقلت الكلام فأذيتيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجروبات والقصص وكل من عنده قصة فلينزلها. أعتذر على إطالة الفيديوهات. إن شاء الله نسترد. الدرس الذي مضى كان جميل، وأنا سأجعل لي سقف واجعل لك سقف وقدس سقفك، لا تتنازل عنه. مش يعني 9000 يعني لا أنزل عن 12,000. لا أريد أن أنزل. خلاص هذا إلك. قل لي أنا مثلا أنا باخذ على نفسي 12,000. بدك تعلم الناس، قل له قدس مش 12,000. هذول اللي بيحبوا الثبات ولم يثبت عشان نتجاوزهم.
أنا لم أحدد شيء، لكن أبو هريرة حدد وأنا بدي أحدد زيه، وابن تيمية حدد وأنا بدي أحدد زيه، عشان نبين حقائق، مش نتكلم فقط. كما استغفر هالقد. ليش؟ لأنه في ناس بقول لك ثبت ولم يثبت، فهيك أنا بتجاوزهم. مش هالقد هيك. كم عجيب يا جماعة. أنتم لستم على شيء، أنتم الذين على ثبت ولم يثبت، أنتم لستم ولا على شيء. والله سيمسككم الله ويقول لكم كل الذي ثبت عندكم. لا، كيف وصلت الأمة إلى ذيل الأمم؟ لماذا لا تعرف الأمة ربها وأنتم بتقولوا ثبت ولم يثبت؟ ما الذي ثبت؟ وكيف عرف صحابة رسول الله؟ وكيف علم رسول الله؟ إذا غربلتم ودخلتم في يعني في كل مفاصل من مفاصل حديث رسول الله، وما عرفتوش تطلع ولا كلمة توصلني إلى معرفة الله. فقط اصبر انت في بلاء. اصبر. ضعنا، ضيعونا، استعبدونا، صاروا يبيعونا في أسواق العبيد، هجرونا وما خلونا في حالنا، وهكذا، وبلشنا احنا فوق هذا ببعض. بالاخر انت لم يثبت. اعدوا للسؤال جواب. والله انتم سبب الذل الذي وصلت اليه الامه. والله انتم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.